عايز اعرف ايه اللي حصل للريال. حتى دلوقتي في مباراة عادية خالص في الدوري برضه مستواه مش حلو. سيبك من انه في الاول قاعد يهجم ومش يهجم وجاب جونين ومبابي جاب جون وفينيسيوس جاب جونيور، جونيور جاب هدف. لا لا لا، الريال مستواه وحش خالص يا شباب، وحش وحش. وانا عايز اعرف ليه يعني مستواه بالوحاشة الموسم ده والموسم اللي قبليه كمان. هل ده عشان المدرب؟ هل مثلا علشان الدكتاتور امبابي؟ هل مثلا علشان فينيسيوس؟ هل بسبب اصابات بعض اللعيبه؟ يعني ليه الريال مش هو الريال؟ يعني انا دلوقتي انا بتفرج على المباراه، يعني مش حاسس بالريال، مش هو الريال. واي حد كده يعني لو ركز شويه يحس كده الريال زي ما بنقول كده ملوش طعم في حاجه. تحس في حاجه ناقصه، في حاجه ناقصه عامله زي ايه مثلا؟ زي الاكله بتعملها من غير ملح مثلا، او من غير مثلا بهارات، تحسها ناقصه، فاهمين؟ فالريال حتى على الرغم انه كسب الماتش ده بس برضه بيتخبط ويتخبط ويتخبط. فاهلا بكم، معكم ملاك عبده. اتمنى منكم تعملوا لايك واشتراك، دي قناه جديده. وخلينا ندخل على عمك الريال مدريد. ريال مدريد طبعا زي ما انتم عارفين طالع من خساره كبيره ومذله على ارضه وبره ارضه من البايرن ميونخ. يعني مثلا ليلة زي دي طبعا اكيد هو عارف نفسه مثلا بعيد بعيد خالص. الريال عارف انه بعيد وجماهيره عارفه انه بعيد، واحنا كلنا عارفين انه الريال بعيد خالص عن انه ياخد الدوري الاسباني. شكله كده هياخد موسم صفري موسم صفري موسم صفري. يعني حتى في المباراة اللي هو المفروض يصالح جماهيره فيها ما قدمش الاداء اللي مطلوب منه. تحس لعيبه ضايعه مش عارف ايه. حتى الهدف اللي جابه امبابي في الدقيقه 30 جابه ازاي؟ بيضرب الكرة راح تخبطها في المدافع راح تتغير اتجاهها. يعني حتى الهدف ما جاش طبيعي، لا، يعني حتى الهدف جاء عن طريق غلط. فمش عارف هل الريال مثلا عيبه المدرب اربيليوا؟ طب يقدر مثلا يغيره؟ هل لو غيره هيتعادل من النادي حال النادي، ولا ممكن يكون، فكر معايا، يكون مثلا المشكله؟ انا حاسس انها مشكله لعيبه بصراحه، مش حكايه مدرب. يعني انا حاسس ان في حاجه غلط بالنسبه للعيبه وبينهم وبين بعض. يعني مثلا امبابي عمل نفسه دكتاتور، فينيسيوس عمل نفسه حساس وكل شويه يعمل اساليب مش مضبوطه. بعض اللعيبه نفس الحكايه. تحس في حاله توهان، حتى رئيس النادي برضه لحد دلوقتي تحسه تايه هو الثاني. هل اربيليوا مثلا هيمشوه اخر الموسم ده؟ في طبعا اخبار بتقول لك هيمشوه، وفي اخبار تقول لك لا مش هيمشوه، وفي شيء بيقول لك انه هيجي جوزيه مورينيو. طب هل جوزيه مورينيو بعد السنين دي كلها لو جه هيخلي الريال يرجع لما كان هو الريال؟ هياخد بطولات وبالذات دوري الابطال. على فكره امبابي لو الريال خد كل البطولات ما تفرقش معاه. هو حرفيا امبابي خد كل البطولات، كأس عالم ودوري ومش عارف كأس، كل حاجة كل حاجة ما عدا دوري الأبطال. امبابي يفرق معاه مليون في المية انه الريال لازم ياخد دوري الأبطال علشان هو ياخد، يبقى أول حاجة يحقق بطولة دوري الأبطال اللي هو كان منحوس. حتى لما كان نحس باريس سان جيرمان لما كان معاهم ما خدوش البطولة دي، أول ما سابهم خدوا بطولة دوري الأبطال. فهو يعتبر غايب عنه البطولة دي وهو بيحاول ياخدها بأي طريقة. وتاني حاجة لو خدها طبعا هياخد جائزة أفضل لاعب في العالم، ودي يبقى يعتبر عصفورين في حجر واحد. فامبابي المفروض هو أكتر واحد يعني مطلوب منه يأدي أكتر من كده. هو كويس وكل حاجة،
بس تحس في توهان زي ما قلت انا، او اللعيبه مش حابه بعض. فهل لو جاي جوزيه مورينيو، انتوا عارفين طبعا جوزيه مورينيو واسلوبه والكلام ده كله وشخصيته القويه والكلام ده كله، هل هيقدر يفرض على اللعيبه الالتزام ولا لا؟ مش هيقدر يغير كتير. وهل مثلا ممكن يكمل معاهم، ولا مثلا ياخد له سنه ويعمل زي اربيليو ده وغيره وغيره ويطلع ما يحققش اي نتيجه؟ في مثلا كامافينجا الثاني، من ساعه ما عرفش انا، هو على الرغم انه لاعب حلو خالص ونشيط جدا جدا، وحتى في مباراه الباير اللي عمل فيها يعني كارثه وكده، يعتبر كان بيلعب حلو. بس الجماهير ماسكه وحشه كده، عايزين يمشوه ويقول لك لا ده لاعب بيعمل غلطات كثير و بس انا من وجهه نظري حاسه لاعب كويس خالص ومية مية. يعني المفروض جماهير الريال تهدى شوية على كامافينجا شباب، بأمانة لاعب مية مية. يعني هي نظام مثلا سوء حظه، يعتبر كانت لقطة لقطتين في ماتش الباير، يعني كانش محظوظ فيهم أو مش موفق ودنيته باظت. طب فينيسيوس، في آراء بتقول لك لو فينيسيوس شالوه من النادي ممكن النادي يبقى كويس، لأنه بيقول لك في أخبار إنه اللعيبة مش طايقاه. يعني في لعيبه في الريال وفي اوضه اللبس والكلام ده كله بيقول لك هو شخصيه مستفزه، يعني مستفزه حتى مش بره ولا مع انديه معينه ولا دي، حتى مع زملاته في ارض الملعب دي شخصيته. ولا مثلا هو شخص سيء، الله اعلم. في النهارده لونين يا ولاد، حارس المرمى ده كان حلو خالص بصراحه. هو صح في الباير ما كانش مأدي قوي، ولكن النهارده انقذ الريال في كذا كوره، في كورتين جو في العارضه، وفي كذا كوره يطلعها لونين. يعتبر حارس مرمى كويس لحد ما يجي مين كورتوا طبعا لا يعلى عليه، كورتوا الاول والاخير، حارس لا يعلى عليه. وطبعا الريال اتأثر جامد جدا أول ما كورتوا اتصاب وما بقيش يشارك دلوقتي. طيب، إيه الحل؟ إيه الحل؟ هل الريال يعني في ذرة أمل إنه ممكن يعمل حاجة في الكم مباراة اللي قاعدين دول؟ طبعا أنتوا عارفين في لسه الكلاسيكو بينه وبين برشلونة. هل ممكن يرجع الريال لو قدر مثلا يكسب برشلونة؟ هل دي ممكن يعملها ولا صعبة؟ ففي أسئلة كثيرة خالص بتقول لك إنه الموضوع مش مريح خالص. تحس الريال كده بيفكر يغير ناس كثير ويجيب ناس ويطلع ناس الفترة الجاية. وبس أنا شايف إنه أهم حاجة الفترة الجاية يبقى في تركيز، ومثلا بعض اللعيبة تلتزم شوية. يعني واحد زي مبابي ما يفرضش السيطرة، وأنا على اللعيبه يديهم نفسهم شويه. واحد زي فينيسيوس ما يبقاش حساس قوي، اي حد يقول له نيجا بيجا اي كلمه، ايه يا عم؟ يا عم انت كبير، يا عم انت مش عيل صغير مثلا. كل كلمه حكم يعترض، جبال مثلا جماهير مش عارف يحكي جمالهم، ايه انت مهووس؟ لا ده ما ينفعش اسلوب لاعب ده ولا بتاع. لا، المفروض الريال يفرض التزام اكتر على اللعيبه دي. وبلينجهام ده ضايع خالص، بلينجهام يا باشا مش موجود. واي حد يقول انه يعتبر موجود يبقى من وجهة نظري ما ملوش يعني لا مش مضبوط، لا. بلينجهام ضايع يعني في خط الوسط كده تحسه تايه. والكسر ارنولد ولا يعرف يلعب عرضيه ولا يعرف يلعب فاول ولا بتاع. انا ما اعرفش الريال جابه على اساس ايه من زمان من ليفربول. هو يعتبر مش احسن واحد في مكانه، يعني في كذا حد كان مكانه. يعني ارنولد ما قدمش اي حاجه من ساعه ما جاء من ليفربول. انا بعتبرها بصراحه صفقه فاشله. طيب عشان الفيديو ما يطولش، اتمنى منكم تعملوا لايك واشتراك، واستنوني بكره ان شاء الله باذن الله في هيبقى فيديو زي كده المباراة برشلونة.
وفي فيديو برضو المباراة مانشستر سيتي والدوري الانجليزي مولع، وخصوصا بعد ما ارسنال للاسف وقع كالعادة، يتقدم ويرجع. فاللي عايز منك تعمل لايك واشتراك وتفعل زر التنبيهات عشان الفيديو الجاي يبقى انت من اوائل الناس اللي تبقى تشوفه. واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.